بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة بقى يا بنات، هنتكلم فيه عن بند من البنود، الجهاز بتاع البنات. او لو ست بيت بتجددي مطبخك او بتشتري بلاستيكات للمطبخ جديدة. ناخد بالنا طبعا من حاجات مهمة جدا في الموضوع بتاع البلاستيكات ده. ناس كتير قوي بتبقى بتشتريه وخلاص، مش بتبقى فاهمة ان البلاستيكات دي من الحاجات اللي ممكن تسبب امراض كتيرة جدا لو احنا ما خدناش بالنا ان انا بتعامل مع ايه، والبلاستيك اللي انا جايباه بيتي ده صحي او مش صحي. فالفيديو ان شاء الله يوضح لكم اشتري البلاستيكات ازاي، ايه طبعا الحاجات اللي انا محتاجاها، الالوان لو طبعا بنوته بتجهز نفسها. فيا رب ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. مبدئيا كده يا بنات، طبعا بحتاج بجيب بلاستيكات صغيره تنفع لل زي كده حاجه زي اللانش بوكس مثلا، ينفع احط فيها اكل، ينفع حاجات سناكس مثلا لو عندي شغل، او بديها لجوزي وهو رايح الشغل، او لابني وهو رايح الحضانه او كده يعني. فاهتم بالبلاستيكات بالاحجام الصغيره، او العلب بتاعه التلاجة اللي انا برضو بحفظ فيها الفواكه، الخضار. البلاستيكات بتاخد معانا حيز كبير جدا في البيت، يعني في المطبخ، في التلاجة، في زي ما قلت لكم بتنفع طبعا ان انا استخدمها كلانش بوكس، او ان انا باخد فيها اكل في الشغل، بدل طبعا ما اشتري اكل من بره، وتبقى حاجة صحية. طبعا في انواع كتير واشكال كتير جدا للبلاستيكات. في بلاستيكات طبعا ينفع ان انا اخزن فيها حلويات، بتحافظ عليها لمدة طويلة. في للبقوليات، وفي بتبقى طقمة زي ما انتم شايفين كده، طقم بيبقى كامل، بيبقى يعني عدد القطع بتاعته كتيرة، وتنفع لكل حاجة طبعا، لتخزين الحبوب، تخزين الخضار، الفاكهة في التلاجة. ينفع علب صغيرة اخد فيها، زي ما قلنا استعملها كأنها لانش بوكس كده، بان انا بحط فيها سناكس او ساندوتشات معايا في الشغل. والطقمة دي بجد بقت موجودة كتير قوي طبعا، بس بشرط ان انا اجيبها تكون حاجة صحية، وهنعرف دلوقتي اعرف ازاي انها صحية او مش صحية. زي ما قلت لكم ان البلاستيكات طبعا زي ما انتم شايفين كده، برضو في حاجات ينفع ان انا احط فيها، برضو اخزن فيها حلويات او سناكس في البيت، برضو احفظها في التلاجة او احفظها برا، احفظ فيها الفاكهة. موضوع البلاستيكات ده مهم جدا. اعرف ازاي بقى ان البلاستيكات بتاعتي دي كويسة او مش كويسة. مبدئيا كده يا بنات، يعني يفضل ان انا البلاستيكات بتاعتي تكون بغطا وغطا محكم، علشان ما تدخلش رطوبة لاي اكل انا حافظاه في البلاستيكات دي، علشان اضمن ان هي تفضل معايا سليمة لوقت طويل. تاني حاجة طبعا، وده الأهم، ان انا لازم اتأكد من الرقم المكتوب تحت على البلاستيك اللي انا بشتريه. بيكون فيه مثلث كده فيه ارقام. الرقم ده هو الاكثر امانا، واللي انا اقدر احفظ فيه الاكل وانا مطمنة، وابقى عارفة ان هو امن على الصحة، وعلى صحة ولادي، وعلى صحة اسرتي. هو اللي بيبقى مكتوب فيه رقم 5 من تحت، لو واضح في الصورة ان شاء الله يكون واضح يعني. ان كل البلاستيكات بتاعتي الموجودة في بيتي تكون مكتوب في المثلث من تحت كده رقم 5. تمام يا بنات. دي من ضمن او دي من اهم الحاجات اللي انا لازم اتأكد منها وانا بشتري البلاستيك بتاعي، علشان يكون امن، واضمن ان هو مش هيكون مضر عليا وعلى اسرتي. في جدول هوريه لكم، ده بيوضح لنا انواع البلاستيكات. هم 7 انواع، بيبقوا مرقمين. رقم 1 بيكون امن، بس مش هينفع ان انا احفظ فيه اكل.
رقم 2 آمن، لكن بيستخدم في لعب الأطفال وفي تعبئة المنظفات، ما ينفعش طبعا للأطعمة. رقم 3 هو أخطر أنواع البلاستيكات، خصوصا لو استخدمناه لفترات طويلة. 4 آمن نسبيا ولكن لا يستخدم في حفظ برضو الأطعمة. رقم 5 هو الآمن على الصحة، وبيستخدم طبعا للأطعمة الباردة والسخنة، وبيتحمل درجات الحرارة العالية. 6 و7 أخطر أنواع البلاستيكات. ما يفضلش خالص يا بنات ان احنا نشتري بلاستيكات مكتوب عليها في المثلث 6 او 7، ولو عندي موجودة في البيت حاولوا ما تستخدموهاش في اي حاجة، خصوصا طبعا في الأطعمة. يبقى احنا كده عرفنا انه انا البلاستيك اللي انا المفروض اشتريه لازم الآمن، اللي هيتحمل معايا درجات الحرارة العالية، اللي ممكن احفظ فيه الأطعمة وانا مطمنة، اللي هو بيكون مكتوب فيه المثلث من تحت نمبر 5. يا ريت يا بنات ما نستهونش ابدا بموضوع البلاستيك ده، لانه من الحاجات اللي بنستخدمها كتير في البيت طبعا، و حاجة من الحاجات اللي ممكن تأثر بالسلب على صحتنا لو ما تمنيش ان احنا نجيب بلاستيك آمن. واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.